السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إن شاء الله رايحة لجدتي دلوقتي وهشوف إيه الأخبار النهاردة. السلام عليكم يا جدتي. أنا أول مرة يا جدتي ألاقي إن بابك مفتوح، ليه سايبة باب البيت مفتوح؟ تعالي يا حبيبتي هحكي لك إيه اللي حصل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا حبيبتي أنت عارفة إن النبي عليه الصلاة والسلام وصى على 7 جار، وقال إن سيدنا جبريل لازال يوصيه بالجار حتى ظن أنه سيورثه، يعني كأن البني آدم لما يموت هيورث الجار منه من كتر ما هو عمال بيوصيه بالجار، إن الجار للجار. جارتنا الست أم محمد الله يديها الصحة والعافية كانت متجوزة ولادها الاتنين قاعدين معاها في البيت بتاعها. هي جارتنا في البيت اللي جنبينا، ما انت عارفاها، كل واحد واخد شقة. فكانت في واحدة منهم طيبة قوي والتانية كانت مش كويسة، بس كانت بتعرف تلف دماغها شوية، يعني تقول لها يا حماتي ده انت حبيبتي، ده انت أمورة، ده انت جميلة، ده انت حلوة، ده انت شباب، ده انت ما يبانش عليكي سنك، وكلام من ده كله. فكانت بتحب كلامها وكانت بتبقى مبسوطة منها وكانت بتريحها. أما اللي كانت طيبة معاها كانت بتخليها تنظف لها البيت وتطبخ لها وتغسل لها وتعمل لها. مش عيب انها تعمل لها كده لو هي طالما ان هي مش قادرة، لكن كان المفروض هما الاتنين يتساعدوا، يعني دي تعمل مرة ودي تعمل مرة كده، طالما ان حماتها مش قادرة. وده حبيبتي بيبقى لوجه الله، مش لازم هو فرض عليها ولا مش فرض، ولا هي خدامة ولا هي جاية تخدم أمه ولا الكلام ده كله، أبدا أبدا، دي حاجات لوجه الله، حتى على الأقل زكاة عن صحة الإنسان. المهم يا حبيبتي إن الست الطيبة اللي هي مرات ابنها الطيبة كانت هي بتقسى عليها جامد، وكانت بتخليها تعمل حاجات كتير جدا، وكانت حتى لما تقول لها أنا تعبانة تقول لها أنت هتدلعي عليا ولا إيه؟ لا طبعا، قومي اعملي، قومي سوي، قومي مش عارف ايه، قومي هاتيلي حاجات من بره، قومي على طول كده. وطبعا كانت لسه برضو وراها بيتها وجوزها وعيالها، فكانت دايما بتبقى منهكة وتعبانة. اما التانية فكانت بكلمتين حلوين، ده انتي حماتي حلوة، ده انتي حماتي مش عارف ايه، كلام من ده، فكانت بتريحها على الاخر. وكانت حتى ما تطلبش منها انها هم قاعدين مع بعض كلهم انها حتى تعمل شاي، كانت تطلب من الطيبة تقوم تعمل لهم الشاي وتخدم سلفتها اللي مش طيبة، اللي هي واكلة دماغ حماتها بكلمتين بس. المهم يا حبيبتي جت في يوم من الأيام قالت ايه، انا زهقت بقى من ان هي الحمات اللي هي مرات الابن الطيبة، قالت انا زهقت منها، حماتها قالت كده، وانا مش عايزاها في البيت، وانا هخرجها من البيت، انا كفاية عليا مرات ابني التانية، هي فهماني وعارفاني وهتبقى كويسة معايا وهنبقى حلوين قوي. طب هي يا ستي عملت لك ايه؟ ما عملت لكيش حاجة، دي شايلاكي على كفوف الراحة. قالت لا انا مش عايزاها في البيت، ابني يخرج بره البيت، يروح ياخد له شقة بره البيت، انا ماليش دعوة. المهم جابت 2 ستات وادتهم فلوس وخلتها هي بتخدم تحت في الشقة عندها، وخلتهم يفتحوا شقتها ويرموا لها العفش من فوق عشان تضطر انها تلم حاجتها وتستنى لما جوزها يجي. فطبعا ده كان عمل وحش جدا وخلى الولد زعل من مامته، وطبعا اتأثر جدا. وحتى انت كمان يعني بترمي لها عفشها وهي تحت بتخدمك، يعني دي حاجة مش معقولة ابدا. يعني حتى ده هي تبقى قريبتك من كذا ناحية، قريبتك انها جارة، قريبتك انها على نفس دينك، قريبتك انها حتى مرات ابنك، وتبقى ام احفادك. المهم ان هي طبعا عملت غلط كبير ومشيتها من البيت. فطبعا بقت قاعدة هي دلوقتي في البيت، هي ومين؟ هي واللي مرات ابنها اللي مش كويسة، اللي بتاكلها بكلمتين بس. فالمهم طبعا ما بقتش تخدمها بقى زي ديكها، تقول لها انزلي اشتري لي حاجات، تقول لها اما ابقى انزل اشتري حاجات لنفسي يبقى اجيب لك معايا، لكن انا مش فاضيه لك دلوقتي، تعالي اطبخي لي، انا مش فاضيه اطبخ دلوقتي، انا دلوقتي برتب بيتي مش فاضيه لك. فطبعا فضلت كده، طبعا البيت بقى مش كويس وهي اي حاجه عايزاها مش موجوده، وطبعا بقت متضايقه خالص. فالمهم مرات ابنها برضو دي كمان على الرغم انها مش بتخدمها، لا ما عجبهاش كده، بدأت تقول لا طب وانا مالي، انا المفروض يبقى البيتي انا ليا انا وجوزي وعيالي وبس. فبدأت تزن على جوزها وتقول له مامتك المفروض تشوف لها حتة تقعد فيها، هي قاعدة في شقتها بس لا احنا المفروض احنا عيالنا بكرة يكبروا وهم اولى بالشقة دي، ليه مامتك تفضل قاعدة فيها؟ ده هي قاعدة لوحدها في شقة لوحدها ليه يعني؟ لا المفروض مامتك تروح تقعد في دار المسنين. ففي يوم من الايام من كتر زن مراته عليه
طبعا وده حاجة مش كويسة، لأن الابن المفروض ما يعملش كده. لكن من كتر زن مراته عليه راح عمل ايه؟ راح واخد أمه وجايب شنطتها وقال لأخوه اللي هو سكن بره، قال له أنا هودي أمك دار المسنين. ردت مرات ابنها اللي هي الكويسة وقالت له لأ، اديني جارتكم اللي قصادكم، اللي في البيت اللي قصادكم، خليها تكلمني. فجه يديني التليفون، فقالت لي خليها عندك وأنا هاجي أخدها عندي. فطبعا الست زي ما انت شايفة هي قاعدة منهارة وتعبانة، لأن اللي طردتها هي اللي عايزة تاخدها عندها، واللي هي خلتها كانت معاها طردتها. فطبعا موقف مش كويس خالص، بس هنعمل ايه؟ ادي حال الدنيا، وهي لحظات شيطانية. ربنا يكفينا شره، ربنا يكفينا شر الشيطان. لو كل واحد يا حبيبتي اتبع ما قال الله وقال الرسول لكانت الدنيا بقت عسل، لكن الشيطان هيعمل ايه؟ لازم ليه شغله. ربنا يكفينا شره. سلام يا حبيبتي.